فايق وشايف متبل الباذنجان بمنامي. جيت على المطبخ، نقيت أكبر باذنجاني، غسلتها وعملت لها هيك شوية تنخيشات بالسكينة، وجيت على طنجرتنا الفهماني والذكية كرمال تزبط لنا إياها. ومثل ما بتعرفوا بس الواحد فاق من النوم فنجان القهوة أهم شيء، فلهيك خلينا نستعمل المسمار الذكي ونريح راسنا. نسحب هالمسمار من على جنب الطنجرة ومنجيب هالباذنجاني، بس خلينا نختبرها إذا بتنزل بقلب الطنجرة ولا لا. أمورها تمام. ومنشك فيها مسمار الطبخ. طبعا اخواتي مثل ما قلت لكم بفيديو سابق انه الحساس موجود براس المسمار، المهم يكون راس المسمار موجود بنص الباذنجاني، وبنكون ساحبين الوصلة اللي بقلب الغطا وبنحط مكانها المسمار الذكي. بنسكر هالغطا وبنبلش نشغل الطنجرة، نكبس على زر التشغيل، بنشغل الطنجرة، بننزل على النظام الثاني نظام جريل، نظام الشوي، لأن الطنجرة بتعطينا بهذا البرنامج أعلى درجة حرارة واللي هي 240 ثابتة. بالنسبة للوقت ما رح نستعمله لأنه رح نستعمل المسمار الذكي، ولكن الأشخاص اللي عم تستعمل طنجرة أقل من 14 بواحد بتحددوا 20 دقيقة من الوقت. أما ال 14 بواحد رح تطلع إشارة المسمار بجنب الوقت مثل ما انكم شايفين. نكبس على منويل، وبالنسبة للباذنجاني بدنا إياها تطلع محترية، بنحط درجة الاستواء 100 وبنكبس على زر ستارت وبنروح بنكمل شغلنا. طبعا هي من على اليمين رح تعطينا درجة الاستواء الحالية للباذنجاني، ومن على اليسار درجة الاستواء يلي احنا محددينها. رح تبلش درجة الاستواء ترتفع لحتى توصل 100 وبتزمر الطنجرة وبتكون صارت الباذنجاني. وبعد ما تزمر تكتب جيت فود، ومعناتها خود أكلاتك والله معك. نطفي هالطنجرة وبنفتح الغطا، ومثل ما انكم شايفين الباذنجاني رايح ينيفها، بس كرمالكم راح اعمل لها تشيكة بالسكينة مشان تشوفوا كيف مستوية ومبينة مثل ما انكم شايفين دايب الباذنجاني. نسحب وصلة المسمار من الغطا الذكي ومنشيل هالباذنجاني، ومباشرة بس مسكتوا القشر بتكون مقشرة لحالها، بنمعسها مزبوط وبنحطها بمصفاية كرمال هيك تصفى منها المي. ولبين ما بردت بتكون مقطعين قرص بندورة بنكته فوقها، وعودين 3 من البقدونس كمان بتكونوا مقطعينهم ناعم، بالإضافة لنص قرن فليفلة وسن أو سنين من الثوم. أما بالنسبة للبهارات فبتحتاج معلقة ونص من الملح، بالإضافة لنص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الكمون. بنكتهم فوقها وبنجيب لهم معلقة كبيرة من زيت الزيتون ومعلقة كبيرة من عصير الليمون، وبنخلطهم منيح لحتى يتخلطوا بالكامل، وبنصبهم بجاط وبنشكلسهم، وبتجيبوا من هالزيت الحرستاني شغل عمنا الليدل أو الآلدي وبتسقسقوهم فيهم وبيكون معكم المتبل جاهز. الطعمة خرافية اخواتي، وخاصة بهالصيف جربوها وراح تدعوا لي ان شاء الله. اذا وصلتوا لنهاية الفيديو وعجبكم لا تنسونا من اعجابكم، واذا لسه مو مشتركين بالقناة اشتركوا فيها ليصلكم كل جديد. سلام.